المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرثية نستهلها بأهم وأبرز العناوين. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يصل إلى أسمرة في زيارة عمل رسمية. جهود للسيطرة على الملاريا وأمراض الحميات الأخرى في تسني. المواطنون يساهمون بفعالية في نجاح برامج التنمية في مندفرة. النيجر تلغي اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة. معطل 16 جنديا باشتباكات في نيجيريا. والجيش الأمريكي يجري مناورات مشتركة في ألمانيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. وصل رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود إلى أسمرة بعد ظهر اليوم في زيارة عمل تستغرق يومين بدعوة من الرئيس سياس أفورقي. وقد استقبل فخامة الرئيس سياس أفورقي الرئيس حسن شيخ محمود في مطار أسمرة الدولي بمراسم الشرف. وحضر مراسم الاستقبال وزير الخارجية السيد عثمان صالح. ومن المقرر أن يبحث الرئيس سياس أفورقي والرئيس حسن شيخ محمود تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، بالإضافة إلى القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تقوم وحدة أبحاث وتحاليل مرض الملاريا في إقليم القشبركة المتواجدة في مدينة تسني بأعمال التعرف والسيطرة على مرض الملاريا وأمراض الحميات الأخرى التي تسببها البعوض. وأوضح مسؤول الصحة العامة في مدينة تسني السيد عوت مبرهتو أن الوحدة تعمل على خفض مرض الملاريا والوفيات الناجمة عنه. وقال إن وزارة الصحة أنشأت مختبرات بمعدات حديثة في 3 مدن وهي تسني ومندفر وعلا برعد على مستوى البلاد للسيطرة على الملاريا. وذكر أن الأعمال المخبرية كانت تجري في السابق بخبراء أجانب، لكنها تجري حاليا بمواطنين مؤهلين في المجال. وأفاد بأن الدراسة التي أجريت في مديريات تسني وتكومبيا وغردات وملقي في الفترة من العام 2020 إلى العام 2023 قد أظهرت زيادة الإصابة بمرض الملاريا، مشيرا إلى إثبات الدراسات بظهور نوع جديد من البعوض في هذه الآونة تتكاثر في حاويات المياه المنزلية وهي السبب في انتشار الملاريا. ودعا المواطنين للتعاون مع المؤسسات الصحية وتنفيذ كامل الأساليب الوقائية من المرض الملاريا لإنجاح جهود استئصال الملاريا من البلاد. وقال عضو الوحدة السيد إبراهيم رئيسامه إن الأبحاث جارية لتحديد نوع انتشار البعوض وإحضار البعوض من مناطق مختلفة إلى المعمل للتحقق من سلوكها ونوعها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها، داعيا لتعزيز تعاون الشعب أثناء رش المبيدات ضد البعوض في المنازل. قيم مكتب التعليم في الإقليم الأوسط في اجتماع عقده يوم 15 من مارس قيم النشاط التعليمي نصف السنوية للعام الدراسي 2023-2024. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ بلاي هبتجابر أن التقييم عملية مهمة يتم فيها الحفاظ على نقاط القوة وتصحيح نقاط الضعف. وذكر مسؤول المديريات في التقارير المقدمة أن المدارس بدأت الدراسة في الوقت المحدد، وأن اللقاءات والتقييمات المستمرة مع مسؤولي المدارس تسفر عن نتائج جيدة في العملية التعليمية. واعترضوا على إيجاد حلول لضيق المدارس ونقص التجهيزات وتنظيم التدريب للمشرفين ومسؤولي المدارس. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الأوسط العقيد قبرهنس والدقرقيس إن التقارير المقدمة تحمل المسؤولية عن الأعمال المطلوب تنفيذها مستقبلا، داعيا لتضافر جهود جميع الجهات لإنجاح العملية التعليمية. توجد في الإقليم الأوسط 148 روضة أطفال و103 مدرسة ابتدائية و51 مدرسة متوسطة و22 مدرسة ثانوية بإجمالي 324 مدرسة، وأن 47.5% منها في المدينة و52.5% في المناطق الريفية.
قال مدير مديرية مندفرة السيد هزقياس وهبته إن مساهمة الأهالي كبيرة في نجاح برامج التنمية. وتحدث هزقياس لوكالة أنباء الرنا عن تنفيذ برامج عمل لعام 2023، وقال إنه تم بمشاركة المواطنين والمؤسسات الحكومية وقوات الدفاع تنفيذ أعمال فاعلة في حفظ المياه والتربة وبناء وصيانة قنوات حوضية في أكثر من 286 هكتار، وبناء حفير في منطقة عده حوزة، وتوسيع مدرسة عد مونغوتي إلى مرحلة إعدادية، وتم بناء فصول دراسية إضافية في عد برهام، فيما تم توفير البنية التحتية في مدرسة عد قعبو. وحول برامج التشجير قال إنه تم زراعة أكثر من 39 ألف شجرة من خلال الحملة الصيفية الطلابية وهي بحالة جيدة، ويتم إجراء دراسة مسحية لتنفيذ مشروع تأمين إمدادات المياه لمدينة مندفر والمناطق المحيطة بها من سد قرقرة. وفيما يتعلق بخطط العمل لعام 2024 قال هزقياس إنه تم مد خطوط الأنابيب النظيفة والصرف الصحي واستكمال المسالخ وبناء الطرق الترابية بين منطقتي درعنتو وعد عدة، وبناء 3 فصول دراسية إضافية في مدرسة سور محرام جيدوم، وبناء طريق ترابي يربط مدينة مندفر بمعين، وكذلك بناء غرف انتظار الحوامل في كدوف اللاسي بالإضافة إلى أنشطة الحفاظ على المياه والتربة. وكل هذه هي من بين البرامج الرئيسية لهذا العام. يبلغ عدد سكان مديرية مندفر أكثر من 75 ألف نسمة. قال سكان قرى ضاحية أونجلي في مديرية حقات إقليم عنسبة إنهم استفادوا من الحملات التنموية التي ينفذونها من العام 2022، مشيرين إلى أنهم حققوا مزايا عظيمة تمثلت في استقرار البيئة وتعزيز الدخل الزراعي. وقال مدير الضاحية السيد إبراهيم جمعة لوكالة أنباء إيرنا أن الحملات العامة تشمل بناء الحواجز المائية والمدرجات وإصلاح الطرق الترابية ومعالجة مساقط المياه على أعلى السد. وأشار إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 تم تدريج أكثر من 100 هكتار من الأراضي الزراعية بأكثر من 200 قوة عاملة يوميا، مناشدا للحصول على دعم الجرارات الزراعية في فترة التقليب. وقال خبير الحفاظ على المياه والتربة المهندس به موتعين ألم إن أنشطة النفير المنفذة أشرف عليها الخبراء الزراعيين، داعيا السكان لتسميد وتمهيد أراضيهم الزراعية قبل دخول موسم الأمطار من أجل تنمية الدخل الزراعي. تقع ضاحية أونجلي على بعد حوالي 6 كيلومترات جنوب مدينة حقات، ويبلغ عدد سكانها 1850 نسمة في 5 قرى. مشاهدين، فاصل قصير ومن نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة بمفعول فوري، وذلك غداة قيام مسؤولين أمريكيين كبار بزيارة ليناميا استمرت 3 أيام. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن في بيان عبر التلفزيون الوطني إن حكومة النيجر آخذة طموحات ومصالح الشعب في الاعتبار تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأمريكية على أراضي النيجر. ويعود اتفاق التعاون إلى عام 2012، وتدير الولايات المتحدة من خلاله قاعدة لطائرات مسيرة شمال النيجر. وأشار عبد الرحمن إلى أن الوجود العسكري الأمريكي غير قانوني وينتهك كل القواعد الدستورية والديمقراطية. وتأتي هذه الخطوة عقب مغادرة وفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في. أعلن متحدث باسم الجيش النيجيري أن 16 جنديا قتلوا بعد أن حاصرتهم مجموعة من الشبان بينما كانوا يحاولون إخماد اشتباكات اندلعت في ولاية دلتا. وقال الجنرال توكورو جوساو في بيان إن أفراد الكتيبة البرمائية 181 كانوا يحاولون السيطرة على صراع اندلع في منطقة أوكام عندما قتلوا. وأضاف جوساو
تعرض فريق الدعم بقيادة آمر الكتيبة للهجوم أيضا، ما أدى إلى مقتله مع 3 ضباط آخرين و12 جنديا. وذكر جوساو أن وزير الدفاع أمر بإجراء تحقيق فوري والقبض على المتورطين. وتشهد مناطق ولاية دلتا اشتباكات متكررة ويكون بعضها دمويا بسبب الخلاف على الأرض. أجرى الجيش الأمريكي مناورات على نطاق واسع في ألمانيا مع قوات من حلفاء واشنطن وشركائها في حلف الشمال الأطلسي الناتو. وذكر الجيش الأمريكي في بيانه أن التدريب يشمل قياس الجاهزية واختبار الأسلحة وردع العدو المحتمل. وأضاف أن التدريب يقوم على القدرة على تشغيل الأنظمة الدفاعية بين حلف الشمال الأطلسي وشركائه الرئيسيين، موضحا أن التدريبات جزء من مناورة كودريكا 2024 متعدد الجنسيات، وتعد أكبر مناورات للقوات البرية الألمانية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية. الخبر الأخير: انفجرت فوهة بركان في جنوب غرب أيسلندا للمرة الرابعة خلال ما يقرب من 3 أشهر، مما أدى إلى تدفق كبير للحمم اللافة خارج بلدة غريندافيك. وقال مكتب الأرصاد الأيسلندي أن الثوران أحدث شقا في الأرض يبلغ طوله حوالي 3 كيلومترات بين جبلين في شبه جزيرة ريكيانيس، مما أدى إلى تضخيم التوهج الأحمر فوق المنطقة. وحذر مكتب الأرصاد الجوية منذ أسابيع من تراكم كبير للصخور شبيه المنصهرة تحت الأرض، وهو ما جعل ثوران البركان محتملا. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية RUF إنه تم إجلاء مئات الأشخاص من منتجع بلو لاغون الحراري، وهو أحد أهم مناطق الجذب السياحي في أيسلندا منذ بدء ثوران البركان. نختم نشرة هذا المساء بتذكير بأهم وأبرز العناوين. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يصل إلى أسمرة في زيارة عمل رسمية. جهود للسيطرة على الملاريا وأمراض الحميات الأخرى في تسني. المواطنون يساهمون بفعالية في نجاح برامج التنمية في مندفرة. النيجر تلغي اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة. معطل 16 جنديا باشتباكات في نيجيريا. والجيش الأمريكي يجري مناورات مشتركة في ألمانيا. انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.